السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زهرة هدو، دي قناتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو مفيد جدا ومحفز جدا وفي شغل يعني وقوة ونفاذ. تمام، اللي شايفينه معايا ده لفت. هعمل مخلل اللفت ان شاء الله. بس ايه، زي ما شايفين كله طين، كله طين عاوز يتغسل ويتظبط كده ونخلله مع بعض ان شاء الله. طبعا عشان مليان طين وكده فاخدته في الفرندا بره، بالخرطوم بقى عبيت اسمها ايه، البرميل ده ميه، وغسلته كذا مره، طبعا شطفتها كذا مره. وزي ما شايفين الليفه دي انا مخليها لايه، للبطاطا او لللفت او للبطاطس، يعني المهم للمأكولات. برضو هنزل بيها اي طين هيكون ماسك فيه او تراب. آه المخلل ده كل شويه ابني عبد القدوس يقول يلا يا ماما، يلا عايزين نخلي اللفت، عايزين نخلي اللفت. فانا اخترت يوم يكون مشمس شويه، ما يكونش جو برد فيه، عشان اخلي اللفت. انا كنت فاكرهم كتار جدا وعامله لي ايه مواضيع وافلام وجايبه كل علب البلاستيك اللي معايا في المطبخ. فلقيت الموضوع مش مستاهل، حتى زي ما شايفين حاطه في درج التلاجة، يعني ما لقيتش علبه كبيره او جردل كبير. فعبيت درج التلاجة ميه ويلا اتصرفت يعني. الفيديو كمان هيكون في ايه، هيكون ان شاء الله هدخل المطبخ اروق المطبخ واغسل مواعين، وكمان هعمل معاكم غدا. احترت يعني اعمل ايه، بس هتشوف هعمل ايه في الاخر. المهم، وقبل ما تكمل معايا الفيديو يا ريت بفكرك، يعني اللي متابعني ما ينساش حط لي لايك عشان خاطر الفيديو يعني يلاقي رواج يعني. تمام، او اللي ما اشتركش واول مره يشوفني والله هتشرفوني قوي وهتبسط جدا يعني لو اشتركت في قناتي، اكيد 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 يعني. تمام. انا زهرة هدو من الاقصر من الصعيد. ارحب بكم يعني جميعا. تمام، انا وصلت لفين؟ الفيديو ده على فكرة طويل، يعني هو كان طويل جدا، بس انا حبيت اختصرته واختزلته وخليته 20 دقيقة بالعافية. هو كان المفروض يتعمل فيديوهين على فكرة، بس انا عشان عملت الحاجات دي كلها في يوم واحد قلت لا، يعني مش كترة فيديوهات وخلاص. فايه، خليته في فيديو واحد. بصوا في المرحلة دي انا بقطع فيها اسمه ايه ده، اللفت. احترت وبقيت واقفة كده حيرانة شوية، اقشر اللفت ولا اخليه على كده؟ طب لو قشرته هتقولوا عليا خايبة، طب لو سبته على كده يمكن برضه تقولوا عليها خايبة. فانا ما عنديش يعني خبرة ضليعة في الامور دي. فحسيت لونه جميل جدا واستخسرت ان انا اقشره، فقلت لا، انا اقسم الدنيا 3 انصاص مش نصين. هخلي شوية بلونهم البتنجاني الحلو ده، وشوية هقشرهم وشوية مش هقطعهم بالقطاعة اللي هي المشرشرة اللي انتوا شايفينها دي يعني. المهم ده عبد القدوس اللي بيزن عليا لي كذا يوم، يلا يا ماما يلا يا ماما. هو اللفت عندي صراحة بابا جابهولي والله، وعشان بابا جابهولي خللته. يمكن لو حد جابهولي ما كنتش هتعب نفسي واخلل، او ما كنتش عاوزة اشتري. يعني مش بخاف، بخاف انه ما يطلعش حلو، ما عنديش كنت خبرة. بس بعد ما عملته حسيت انه لا، الكمية دي مش كفاية، انا عايز اجيب شوية تاني كتير بإذن الله وهعمل تاني. ما تخيلوش طعمه تحفة ازاي، تحفة ازاي مع مع الاكل ومع البطاطس المهروسة مع الفول. لا لا، فظيع في الشتاء مع الخس كده، فهو بيأكل جامد يعني. تمام. اما ده بنجر عشان يدي لون حلو لللفت، يبقى لونه بينك، بينك كده ولونه حلو. المهم اللفت ده هتلاقوا كل الاهل والاصدقاء والاحباب شاركوني فيه، لو مش اهل ولا حاجه، هم يعني عيالي بس. ده بقى ده اوسة عبد القدوس، وكان عبد الملك برضو بيعبي معايا، اما براء كان لسه جاي من الحضانه. فاعمل معاكم، اعمل معاكم، فتعالى اعمل معنا يا براء، يلا. فهتلاقونا ايه، شاركنا وشويه اتسلوا معايا، فرحوا فعلا وانبسطوا انه بيعملوا حاجه. ادي براء جايب لانش بوكس بتاعه، مش بحط له سندوتشات، مش بياكلها. فلقيته جايب لي العصير والنايتي زي ما هو. بقول لي براء ايه ده؟ قال لي ماما ده انا مش عارف، انا اكلت ده مين حط لي في, في اللانش بوكس، انا خلصته، ده حد حطهولي. فسبحان الله يعني، العيال يعني مش عارفه بتكذب بالفطره ليه يعني. ادي براء بيقطع اللفت، ده مشهد تاريخي. انا يعني وانا وثقته، انا بصوا
براد اخر العنقود، فانا ببقى مبسوطه بيه جدا وفرحانه بيه جدا، كاني والله ما خلفتش عيال اصلا ولا شفتهم يعني. فربنا يبارك لي فيه ان شاء الله يا رب، في اخواته، ويدي كل الناس يا رب، ويبارك في اولادكم جميعا. وكنت هنا احنا خلصنا تعبئة العلب اللي انتوا شايفينها دي. عملنا طبعا اعادة تدوير اي علبة مخلل، علب مش مخلل، علبة اسمها ايه دي، ايس كريم، علبة جبنة، علب فاضية عادي. فاستغلينا ده كله في المخلل. علب سمنة برضو بلاستيك، كله بينفع يعني. تمام. انا حطيت طبعا ملح، وكنت حاطة بين الطبقات البنجر اللي انتوا شايفينه ده. وزودت الملح، على فكرة كان مالح شوية، فحسيت ايه زودت شوية بقيت ومية يعني عشان يبقى متوازن، ميبقاش مالح قوي. لما يبقى مالح قوي متهيألي بيبوظ يعني، اعتقد يعني. تمام. فانا كده خلصت الشوية الحلوين دول، وايه كنت عايزة اصور جنبهم، والله انجزت. انا خدت فترة طويلة اعمل فيهم، ما تخيلوش قد ايه. اما دلوقتي بقى دخلت المطبخ، فهو في حالة يعني كويس الحمد لله، مش اوفر قوي، في مواعين نصها مغسول من بالليل، وفي شوية في الحوض كده، وشوية حاجات على الرخامة عايزة تتنضف، وكمان عايزة اعمل غدا. فقلت اعمل ايه، عندي بصوا عندي عدس وعندي مكرونة. اه يعني قلت اعمل مكرونة بشاميل، بعدين قلت لا انا تعبت في اسمه ايه ده. فقلت اعمل عدس، لا برضو مش عارفة، مش حاسة مبلوع معايا الايام دي. فايه اخترت الاصعب والله، هعمل كشري. استوحيت الفكرة من العدس والمكرونة، وقلت لا انا اعمل كشري. بس قلت بقى قبل ما ابتدي في الكشري، اول حاجه اعملها، قلت اغسل البوتاجاز واغسل شويه مواعين اللي باقيه، وتشوفوا ده معايا، وبعد كده نشوف هنعمل كشري في حله واحده، واقتصادي بشكل يعني، ولا هيبقى فيه حمص ولا هيبقى فيه عدس بجبه. بس متهيألي لكن الباقي هحطه عادي، اللي هو آه اسمه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا بينا على النبي يا جماعه، مش عارفه واحد بي ايه بيهنج ليه كده. المهم مكرونة يعني ومكرونة سباكيتي، لا ما عنديش سباكيتي برضو، فحطيت شعرية ورز. تمام. بس انا دلوقتي ايه، قلت اغسل البوتاجاز، فشلت البتاع اللي انا لازقاها اللي فوق الحوض اللي فوق البوتاجاز دي. كنت عايزة حاجة تحمي، قال كل شوية سيراميك يتوسخ من الزيت، فقلت احط لي حاجة تدي منظر. بس لقيت الحاجة دي مش حلوة، اللزقة دي يعني نوعها مش حلو، وشكلها كمان مظلم الدنيا، فشلتها قلت لها كفاياك يعني. غسلت الظهر الاول كده وهركنه على جنب، واخلص البوتاجاز وهنشوف هنعمل ايه. اللي مكمل معايا لحد دلوقتي ما ينساش يا جماعة، انا كل شوية هذكركم واذكر نفسي إن اذكروا الله الاول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وانزلوا حطوا لي لايك بليز، يعني حطوا لي لايك عشان الفيديوهات بتاعتي ممكن الاقي مشاهدات عاليه ما شاء الله، يعني بالنسبه لي حلوه يعني، بس لايكات ما فيش، فباين بتنسوا، فانا ايه بفكركم كل شويه. تمام. انا طبعا خلصت البوتاجاز، احنا بنعمل ايه يعني الروتين الطبيعي يعني. بس قبل ما اغسل مواعين قلت فكره حلوه ذكيه كده، احب اخلص من اي حاجه ممكن تاخد معايا وقت. فقلت اعمل الصلصه بتاعه الكشري، بتبقى طماطم كتير، حوالي كيلو طماطم او كيلو وشويه يعني. حطيتها على البوتاجاز وغطيتها وسبتها كده مع نفسها. قلت اروج الرخامه التانية وامسحها مسحه كويسه برضو، وبعد كده هغسل مواعين. انا كده خلصت الرخامة التانية برضو كده، المطبخ بيجي زي الفل معايا، البوتاجاز كويس او مغسول. فمش هيبقى معايا الا شوية مواعين مش شايفينها دي، مش كتيرة يعني هنغسلها. تمام. انا طبعا هعمل الكشري بنحبوه قوي يعني، عندنا في البيت بنحبوه تقريبا كل اسبوع بنعمله لازم. بس عشان ما ياخدش معايا مواعين كتير، وكمان ما يرهقنيش اني اسلق له حمص، ما بيفرقش معانا الحمص ولا العدس بجبه، بس هو العدس حلو قوي فعلا في الكشري. تمام. فاحنا عشان لو عايزين نعمل حاجه سريعه او
او يعني ما نجهزلهاش اكتر من اللازم، فانا بعملهم كلهم في حله واحده، بحط شويه الرز وبعد كده عليها المكرونه، وبعد كده لو في مكرونه سباكيتي او شعريه بتبقى نفس الطعم يعني او نفس الشكل. بس وبعد كده بحمر لها البصله وبتبقى كده خلصت معايا ايه الكشري خلص معايا وفي حله واحده، فهعمله في الحله الكبيره اللي انتوا شايفينها انا بغسلها دي. انا كده خلصت الموضوع معاكم في ثانيه واحده، هتشوفوا ده ازاي. يلا، بحب الحركه دي قوي. تمام، الحوض زي الفل. افتكرت ايه بقى؟ افتكرت ان انا رشه باور على الشفاط الحلو ده، فقلت يوه لسه هغسل تاني، فنزلته عشان اغسله كويس. طبعا زي ما شايفين الدهون فيه وصغير، سهل الغسيل قوي يعني، انا بغسله عادي يعني، ايدي بتطوله عادي فوق الحوض على طول. هغسله واشغله وابتدي بقى اشتغل. واخيرا خلصت الشفاط العسل ده، قلت اروق برضو اللي تحته وشغلت الشفاط وتأكدت ان الدنيا تمام يعني. قلت ابص على الصلصة نقصت شوية حلوين. انا برضو احط لها لسه اضافات كتير طبعا، بس انا عايزاها تتناقص جدا. هرجع ازود لها مية بس ايه، تكون استوت كويس، ما حبهاش تبقى حادقة، لازم تبقى استوت معايا حلو قوي. في حلة على النار، حلة كبيرة عشان طبعا تسيع كل المقادير يعني. حطيت فيها سمنة وحطيت فيها نص كيلو رز، يعني هنعمله على قد الغدا. نص كيلو رز ونص كيلو مكرونة اسود شوية على حسب ما تحبوا، وكمان نص كيس شعرية. هتقلبوا مع بعض، بس الاول الرز بياخد شوية يعني، شوية مش يتحمر، يتفلفل. وبعد كده برضو المكرونة تتقلب شوية، بحبهاش تبقى زي المسلوقة يعني. انا عموما حتى لو ما كنتش هعمله في حلة واحدة، ما بحبش اسلق المكرونة للكشري، بحب احمرها يعني حتى لو بعمل رز وحدي ومكرونة وحديها بحب احمرهم، بيبقى طعمهم حلو قوي. تمام. الاضافه بتاعت القرفه دي اتعلمتها من مين، سلفتي يعني، كانت معايا من اسوان، بلاقي الكشري بتاعها طعمه تحفه تحفه، ما بعرفش من ايه تريها بتحط ايه، بتحط قرفه في الاكل، قرفه في الصلصه، ففعلا بتديها طعم لذيذ، حته صغيره يعني. بصوا، يكاد يرحمكم الله، ولا انت بتعطس ولا بتكح يا براء؟ مهم. تمام، يكاد تكون زهرة يعني، حتة قرفة صغيرة جدا. وما ننساش السكر طبعا، لان الكمية كتيرة وبتبقى حادقة شوية، فالسكر بيظبطها شوية. طبعا انا ايه كنت حطيت فين؟ يا لهوي، انا مش بص على الحلة التانية، بس زي ما انتوا شايفين، انتوا مركزين اكتر. حطيت ملح في اخر حاجة، خلاص حمرت كله مع بعضه. حطيت ملح و 3 مكعبات مرق عشان كمية كتيرة شوية، وعايزة طعمها يبقى حلو. تمام، فوطيت ده كله وحطيته على النار كده. انا خلصت تقريبا من الصلصة ومن الاساس اللي هو المكرونة او الكشري عموما يعني. فجيت مرحلة البصل، واهم مرحلة واحلى مرحلة، من غير البصل ما ينفعش الكشري يعني. هو ينفع نستغنى عن العدس وعن الحمص، لكن البصل لا، لازم. تمام، فانا بعمل كمية حلوة وبحمرها، دي بتديني طعم. عشان تبقى مقرمشة بعمل ايه؟ ما بحطش ملح خالص للبصل، بحط دقيق او نشا، يعني عندي نشا بحط، بعيد مني شوية في ضرفة اعلى بحط دقيق، بس اسهل بحط دقيق، بيبقى نفس يعني نفس الغرض. فضيت بقيت شوية، بقيت الزيت اللي عندي في العلبة اخر شوية زيت، فتحسوا ايه مأساة والله. الزيت حاليا مأساة، اللي عنده زيت ده كأنه عنده مية محاياة. تمام، فبنحافظ عليه على قد ما نقدر يعني، على قد ما كنت مبذرة في ايام اللي فاتت دي وحياتي عموما، فحاول اخد بالي ان شاء الله الفترة الجاية، او غصب عني هاخد بالي. تمام، فلازم نظبط امورنا ونتمشى مع العصر اللي احنا فيه ده، اللي احنا ملناش ذنب فيه، بس احنا فيه، فلازم ايه، شوف هنعيش ازاي ان شاء الله خير. لا حول ولا قوة الا بالله. الاول والاسعار وغلاء الاسعار وسبب في غلاء الاسعار، فسيبنا من الكلام ده عشان متدخلش في ايه، في قصص تاني ويبقى فيه مؤيد ومعارض وندخل في السياسة. خلينا احنا بعيد شوية.
تمام. انا في الفترة دي عملت ايه بقى عبال ما البصل يتحمر؟ بعمل الدجة، ما بعملهاش محمرة، الدجة بعملها عادي يعني. بدوج توم الاول كتير، بركن شوية حلوين على جنب، وباخد شوية احط عليهم خل وملح وشوية قليلة جدا مية. تمام. دي الدجة بتاعتنا بتبقى توم توم يعني. بس والثوم الباقي ده اللي في الهون هعمل بايه؟ هعمله زي التجلية للطماطم، ما بخليش طماطم على كده تبقى مسخة يعني، فلازم يبقى فيها تومة. زي ما شايفين البصل معايا اتحمر حلو قوي. احطه في مصفى او مش في مصفى، هو مش بينزل زيت كتير يعني، بس بحسه بيبقى متهواي شوية او مجرمش اكتر. تمام. انا برضو هستغل الزيت على فكرة، ما برميش الزيت عموما انا في الطبيعي يعني، برميش الزيت. باخد يعني بعمل الاكلة اكمل بيها نفس الاكلة في نفس اليوم، مش بخليه برضو اجلي بيه كتير، ما بيقعدش اصلا، هو بيتبخر. تمام. فايه هجلي برضو شوية البصل التانيين فيه، وبعد ما هخلص الجلية دي احط عليه الثوم. فكده احنا استغليناها عموما يعني. زي ما شايفين مجرمش ازاي. هحط عليه شوية البصل التانيين، كده احنا خلصنا البصل. في نفس الطاسة بالفرافيت الحلوة اللي فيها دي بحط الثوم، يعني شايفين الثوم كتير، ولازم يبقى كتير وحلو كده. حمره تحميرة حلوة خفيفة، مش هخليه يتحرق ولا مرة، لا بس يتحمر. وهرجع ايه اطشه على الطماطم. طبعا الطماطم دي كان فيها مكعب مرقة لو تفتكروا، فيها ربع معلقة فلفل، فلفل ايه، ربع معلقة قرفة. تمام. وغير الملح طبعا والسكر اللي انا حطيته. فبصوا بيبقى والله الكشري ده الصلصة بتاعته بتبقى زي العسل، عارفين زي الحاجة مسكرة، بس مسكرة يعني مش باين ان فيه سكر، باين انها حلوة، طعمها حلو يعني. بس انا بعمل برضو دجة الشطة دي. باخد زيت معلقتين 3 زيت، وعلى النار ما بخليهاش تتحرق، الشطة سهلة جدا تتحرق. اول بص ما احس انها بتفور شوية هطفي عليها، وهنزل عليها بايه؟ بالخل. واحط عليها برضو شوية ملح عشان متبقاش مسخة. ودي عندي كده الشطة بزيت، دي تحفة، ريحتها ما اقولكمش، وطعمها يعني هي بتبلع الاكل عموما. بتقعد معايا يعني، مش بس كشري، لا بتقعد معايا، بحطها في اكلات كتير بعدين، والله ما برمي حاجة الايام دي. فاحنا اتقدمنا وتربينا في هذه الظروف يعني الراهنة. تمام. ادي زي ما شفتوا الحلة بتاعت المكرونة او الكشري مفلفلة من بعض وحلوة قوي كده، جهزت، ومعايا الصلصة جهزت. طبعا ايه هيبقاش معانا الا اني نغرف. بس انا شلت ايه المخلل اللي جبته من بره وركنته على جنب كده، عشان هشوف هحطه فين يعني، مش بحب احط حاجة على الرخامة او اشوفه كل شوية. هركنه شوية عبال ما يستوي، هركنه في اي ضرفة كده. طبعا ده اسمها ايه ده، صينية التقديم بتاعتي. طبعا لازم تحسوا بايه، باحساس كشري يعني، فلازم تحط على صينية عادية كده وحلوة وكبيرة، ونفرشها. دي صينية كبيرة مش كبيرة، هي صغيرة بس مش للاكل يعني، المفروض يتحط عليها اكل، يتحط عليها طباق او كده. فانا ايه حطيت عليها كل الحلة بتاعت المكرونة بالرز والشعرية دي، وهقدم فيها يعني. تمام. وحطيت عليها برضو تقريبا كل الصلصة اللي انتوا شايفينها دي، وهرجع ارش عليها البصل من فوق، وناخدها بره كده في الفرندا في نور ربنا نتغدى. عارفين توم وكشري وشطة، فمش عايزة البيت يعني، خلينا بره احسن. مرحلة بصوا العشق الفظيع ده، انا باكله ني، انا باكله كده اصلا يعني، طول الوقت رايحة جاي عليه قبل ما اجهز الاكل. بيبقى احلى من الشيبسي والله، تحفة تحفة. برش تقريبا كل اللي انتوا شايفينه ده. ادي المنظر النهائي، ما شاء الله، بالهنا والشفا علينا وعليكم يا رب. وبصوا مفيش اجمل من البساطة يعني. ادي منظر الكشري. انا هفرش البلاستيك ده، بس قلبت المفرش خفته يبوظ او ينقطوا عليه فيبجع، فقلبت المفرش وايه البلاستيك، وحطيت عليه الكشري، وبالهنا والشفا اجمعين. واللي مواصل معايا وشايفني ولحد دلوقتي سامعني بالظبط، بقول له يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم بإذن الله، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا حلوين، واشوفكم بإذن الله فيديوهات تاني كتير بإذن الله يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.